رحيم حلقة جديدة من برنامج القضية ممكن، والنهاردة الجمعة 298 على قضية قفشة اللي دمرت نادي الزمالك وجابت يعني فاهم انت، جابت ظرفه. النهاردة الجمعة 298 أعادها الله علينا بالخير واليمن والبركات. الأهلي في قرعة الكونفدرالية هيواجه فريق يا إما مقديشيو يا إما جيتارا. انت فاهم، انا ما اعرفش مقديشو ده فريق منين اصلا، ولا جيتارا ده. انا يعني جيتارا ده انا اعرف الجيتار اللي هو فاهم انت بيزمروا بيه، انما كجيتارا انا ما اعرفش حد اسمه جيتارا. كنا طول عمرنا بنقعد نستنى القرعه بتاعه دوري الابطال عشان نشوف الاهلي ونشوف المجموعه هيقع مع الترجي، هيقع مع سان داونز، هيقع مش عارفه مع النجم، هيقع مع الوداد. انما السنه دي على غير العاده، على غير المتوقع، تبص تلاقي نفسك قاعد بتتفرج على قرعه الكونفدراليه. هو ايه اللي حصل؟ بقى الزمالك هيخش دوري الابطال ويقعدوا يتفرجوا هم على قرعه دوري الابطال، وانا بتفرج على الكونفدراليه او بتفرج على القرعه بتاعت الكونفدراليه. شوف الاهلي هو مع مين. تلاقي بقى فريق يعني هم جابوا شويه اسامي، مجدش وجيتارا، وفي فريق كده من بطل ما اعرفش زنزاي. زنزاي ده انا مش هينفع اقوله طبعا. ايه الناس دي؟ ايه اللي جابني هنا؟ انا ايه اللي جابني مع الناس دي؟ ولكن هو كان موسم اصلا بدايته كانت غلط، اعداد واختيار مدرب واختيار لعيبه، وهرينا كتير في الموضوع ده ومش وقت كلام. يعني خلاص اللي فات مات. ما هتعمل ايه؟ هنقعد بقى نقول اصل دي قرارات خاطئه من الاول، اصل دي كانت المدرب ده اللي اسمه ريبيرو ده ما كانش يستحق ان هو يجي النادي الاهلي. طب ريبيرو ده كان ايه الانجاز اللي عمله في حياته عشان يمسك فريق بحجم النادي الاهلي؟ وبصراحه انا ما اعرفش، انا المفروض اللي راح يتعاقد مع ريبيرو او اللي عرضه على مجلس الاداره ده المفروض يطرد بره النادي. انت جايب لنا مدرب ايه انجازاته؟ يعني هو حقق ايه في حياته عشان تجيبه يدرب نادي بحجم النادي الاهلي؟ انا ما اعرفش. وخلاص يعني ما هنتكلم في ايه. فالواحد زعلان ان انا ان البطوله دي اصلا الكونفدراليه دي كانت الناس بتسميها ابطال افريقيا. كانوا مستنيين ان هم هيكسبوا النهائي ويكتب لك ابطال افريقيا على التيشيرتات اللي كانوا هيلبسوها، وكانوا خلاص هم عايشين ومتوقعين ومتخيلين ان دي دوري الابطال، وان سان داونز والجيش الملكي تقريبا وقتها ما كانوش بيلعبوا في دوري الابطال، كانوا بيلعبوا في دوري مع حالهم. انت فاهمني؟ فلا الواحد زعلان على الاهلي، اللي انا كل سنه بخش دوري ابطال ده وانا مغمض. فالسنه دي مش هخش دوري ابطال، فتلاقي نفسك انت بتسمع يعني هم اصلا زي سيبك من ان هم بيعرفوش يحفلوا، ما بيعرفوش ينيلوا. هم كده داخلين دوري الابطال عندهم كوارث، بس هو سايب الكوارث وسايب البلاوي اللي هو فيها ومركز معاك انت. اصل انت هتلعب مع الوزك، طب ما هو انت كنت راشق ليل نهار في الكونفدراليه بتلعبها. اهو انا الكونفدراليه اهي ان شاء الله باذن الله هدخلها، وان شاء الله هكسبها، وهتفضل هي الكونفدراليه غير دوري الابطال. الزمالك بيلعب في دوري الابطال هو وبيراميدز، وانا بلعب في الكونفدراليه. حتى لو كسبتها فهي بطوله قاريه ولكن كونفدراليه، عشان ما حدش يقول لك اصل انت لما كنا احنا فيها كنت بتقول دي كونفدراليه، ولما انت دخلتها بقت اقوى من دوري الابطال. هي مش اقوى من دوري الابطال، هي مش اقوى من دوري الابطال، ولكن هي اسمها كونفدراليه. بطوله قاريه وبطوله افريقيه وهتتحط في البطولات القاريه، ولكن اسمها كونفدراليه، كاس الاتحاد الافريقي سابقا. ودوري الابطال، دوري ابطال افريقيا ده قصه تانية. انت فاهم؟ ده اللي بيدخلك بقى كاس العالم، وبيدخلك الانتر كونتيننتال، بيدخلك على حاجات تانية كتير. طبعا الزملكاويه بقى لهم ربع قرن غايبين عن الكلام ده، ما يعرفوش عنه حاجه. والغريب انك تلاقي واحد زملكاوي بيحفل. طب يا ابني، طب ما هو انت بزيرو هربان. انت بزيرو هربان عملت ايه؟ بزيرو هربان مش عارف تعمل معاه ايه من ساعه ما سافر. ما رجعش. طب ميدو نزل تويته وقال لك انتوا عرفتوا النصابين ومش النصابين، والناس اللي كانت عايزه تبيع النادي على هواها، يا اما تبيع النادي بشروطي وعلى مزاجي وللي انا عايزه، يا اما هسخن عليك اللعيبه واخسرك دولارات واعمل واسوي. ميدو بيتكلم بجرأه، وطبعا كلنا عارفين هو يقصد مين. وانا قلت لكم في الحلقه اللي اول ما سمعنا ان جون ادوارد مشي، قلت لكم ايه؟ قلت لكم ان جون ادوارد هيمشي، 3/4 الاجانب دول هيخلعوا من الزمالك. ليه؟ لان هو اكيد كان متفق معاهم على فلوس او هياخدوا المستحقات في اوقات معينه، فالزمالك مش هيقدر يدفع الكلام ده، بجانب ان هو هيسخن الاجانب على الزمالك. ما هو انت بقى، انا عايز ابيع شركه الكوره وعايز اعمل وعايز اسوي، فتيجي انت وقفت له فيها يا ميدو، او انتوا ابناء الزمالك وقفوا. وهم بصراحه انا قلت لك هم عندهم حق، لان انت جايب مستثمر يشتري
شركه الكوره او يشتري جزء من نادي الزمالك وليه حق الاداره، دي قصه كبيره، ده موضوع تاني. فكان ميدو ليه حق ان هو ايه، يعني يرفضوا ويمشوه. ده لو هو ده السبب، يعني هو اكيد هو السبب، عشان ما حدش يقول لك اصل معتمد جمال، هو مش ما مشيش بسبب معتمد جمال، هو ماشي بسبب الموضوع بتاع شركه الكوره والمستثمر اللي كان جايبه يشتري الزمالك. فانت الموضوع كبير، هم سايبين كل ده وماسكين. اصل انت مش عارفه واحد ابن عمي، ابن عمه ده تقريبا مكشوف عنه اللباس، عشان ده استحاله الافكار دي تكون طالعه من الدماغ. مكشوف عنه اللباس. اصل انا شفت بعثه الاهلي، كنت ابن عمي كان مسافر وشاف بعثه الاهلي في المطار، ما فيهمش امام عاشور. ايه العته ده؟ هو انت تقريبا ده مكشوف عنه اللباس، اكيد اكيد مكشوف عنه اللباس، ما مش طبيعي. ما علينا. فكلها كلام يعني ايه يا جدعان؟ اجبروا. انتوا دماغكم اتلحست، دماغكم لحست. ما علينا. بزيرة. طب شيكو بانزا كده كده في الترشمولي مطرشم، شيكو بانزا ده مطرشم، بمعنى ان هو كل ما يتزنق بيقلع. يعني هو كان مره نسمع مشاكل في جوه نادي، جوه اوضه اللبس، يقوم جاي قالع، طالع من الحمام في اوضه اللبس يقوم رامي الفوطه واقف مش عارفه يا عم. فكده كده هو خربان. عمالين يبعتوا له ويتصلوا بيه ويعملوا ويسووا، وهو المعلم نايم لي جنب البيبي بتاعه، ربنا طبعا يخليه له، وحاطط لي البتاع في بقه ونايم مفسد دماغه للزمان، مش في دماغه. وكل شويه ستوريهات وصور وبقى مفسد دماغه، بتترشم خلاص، مترشم اهو. انما بزيرة اللي حسن شحاته لما طلع قال لك ده بيمثل وبيعمل وبيسوي، وما جماهير الزمالك ما تنخدعوش في اللي بيعمله. جماهير الزمالك هجمته وقالت لك لا ده مواليد 100 عقبه ومواليد 100 كفته ومواليد ما اعرفش مين. طب ما دلوقتي قاعد يقول لك فيموس ويجري ويبوس الازاز التيشيرت ومش عارفه يعمل شويه حركات ويعيط، وفي ناس سمك كده قالت لك ده عياطه ده غير طبيعي، عياطه غير طبيعي. انت فاهم قصدي؟ ومع ذلك هاجموه، هاجموا هاجموا حسن شحاته بسبب كلامه، وطلع كلامه صح في الاخر ان اللاعب كان بيمثل. واحنا قلنا يا جماعه والله اللاعب ده بيمثل، مع اول عرض مالي كبير اكتر من اللي الزمالك بيدوله هيخلع. ما هو اصلا في الاول والاخر محترف، انت مش، هو مش من ناشئين الزمالك، ولكن هو هرش الدماغ ماشيه ازاي. وكل ما واحد عايز يخلع من الزمالك يقول لك انا ما بفكرش في نفسي، انا بفكر في الزمالك عشان ياخد قرشين من ورايا. عملها دونجا وعملها ناصر ماهر، والمعلم ده لما نزل بيان بزيرة هتلاقي يقول لك انا مش عشان خاطري، ده انا عشان خاطر نادي الزمالك يستفيد بالفلوس. طب اهلي دبي عرض 4 مليون، الزمالك عايز ياخد 6 وعايزهم كاش، فدبي اهلي دبي قال لك لا انا هدفع 4 ولكن بالتقسيط. فاهلي في الزمالك قال لك لا انا مش هبيع، انا مش هبيع غير ب 6 مليون دولار. وطبعا راح منزل بيان ان المعلم ده مش للبيع، بزيرة مش للبيع، واحنا بنرفض كل العروض اللي جايه له ومش عارفه ايه والكلام ده. طبعا بزيرة زي ما كالعاده راح قافل تليفونه وراح خالع، ولا راضي يرد على الزمالك ولا مسؤول الزمالك اللي بيتواصل معاه عشان يرجع للمعسكر، زيه زي اللي بيعمله عبد الله السعيد، وكان عمله قبل كده ومحدش اتكلم معاه. عبد الله السعيد اللي ماسك زله عليهم، محدش عارف ياخد معاه حق ولا باطل ولا حد يتكلم معاه. عبد الله السعيد راح اليونان، بعتوا له ارجع يا عم عشان المعسكر اللي هم اصلا مش عارفين ميعاده امتى، وما عملوش معسكر لحد دلوقتي ولا يعرفوا يعملوا معسكر امتى. بعتوا له قال لهم انا في اليونان بصيف، انتوا جايين، انتوا مكلميني متاخر، كنتوا عرفوني من قبلها، طب انا هخلص واجي. في اليونان بيصيف. طبعا افتكروا الموسم اللي فات اللي قبله، اللي فات اما قال لك انا ده عنده نزله برد وقعد شهرين ما بيلعبش بسبب المستحقات. فاكرين لما قال لك انا عايز مستحقاتي كامله يا اما مش لاعب، وقال لك اصل عنده برد، اصل عنده خلفيه، اصل عنده اماميه، اصل مش عارف عنده اسهال. محدش قدر يتكلم معاه ودفعوا له فلوس ورجع النادي تاني لعب. فمش بعيد وهو في اليونان هربان، او هو في اليونان بيصيف وقال لهم مش راجع دلوقتي، او انا راجع بس هرجع على ميعاد المعسكر اللي محدش عارفه امتى، هيرجع اخويا ويخش النادي عادي وكأن مفيش حاجه حصلت. فده الفرق اللي بيننا وبينهم، ان احنا ما بنبجتش لعيبه. هم فضلوا ينفخوا في بزيرة، البرازيلي مش عارفه ايه، البرازيل ما جابتش غيره، البرازيل ما جابتش مش عارفه ريو دي جانيرو ما جابتش غيره، ما اعرفش حصل. وفي الاخر اداهم الصابونه وخلع ومش عايز يرجع، وهيروح اهلي دبي في الاخر. هيروح اهلي دبي متمرد عليهم ولو دراعهم ومش هيرجع، ومش هيعرفوا يعملوا معاه حاجه. ليه مستحقات ما بياخدهاش؟ ها؟ ليه مستحقات ما بياخدهاش؟ هيدفعها له امتى؟
مفيش فلوس اصلا يدفعوا، هم خلصوا الفلوس اللي معاهم كلها على الرخصه وعلى عشان ياخدوا الرخصه الافريقيه والديون والمستحقات. صارف له بتاع 7 8 مليون دولار عشان موضوع الرخصه. جابهم منين معرفش، مع ان الناس كلها بتتكلم اتكلم ايه، كل الناس كلها عارفه ان الزمالك كان مفلس، ما كانوش معاهم فلوس المواصلات يروحوا بيها من يعني من بيوتهم للنادي يتمرنوا، ده اللعيبه، ولا حتى طياره عدله تنقلهم مثلا، فاهم؟ كانوا على الحديده. فجاه لقيتهم بيدفعوا الملايين دي. طب بيدفعوها منين وجابوا الفلوس دي منين؟ محدش يعرف. لا بس يسيبك انت، البط الكوري والبط الصيني والبط الاثيوبي، انت هتحس ان هم عيانين عندهم، فاهم انت؟ ف مهما هيجي يحفل، انت يا ابني عندك كوارث والله. يعني انت لو انت عندك مين كده قول لي مثلا كده، انت بيزيرا شيكوبانزا كلها بتهرب منك اصلا، محدش، انت مجرد محطه بيجي عندك عشان يشوف الاحسن ويخلع بس. لكن انت مش نادي بتبني لعيبه. يقول لك اصل انا احسن فريق بيجيب لعيبه، انا ما تعتمدوا على نفسكم. انت عملت ايه؟ وانت بيزيرا ده انت جايبه منين؟ هل انت ربيته في قطاع ناشئين، قطاعات ناشئين الزمالك؟ لا. اتولد عندك وتربى عندك وطلع عندك؟ لا. ما انت شاريه من بره. ما هو انا ولد ممكن اروح اشتري محترف من بره يكسر الدنيا. ده انا اقل برازيلي جبته خريان ومش دريان، جاب فيه الجون في السوبر، كسبنا السوبر، فاكر لما قطعها من زكريا الوردي وراح لطشها ارتو في البعيده؟ وده كان اضعف برازيلي. احنا الاهلي جبناه والاهلي مشاه بعد كده، انه ما استفدناش منه باي حاجه. انت فاهم؟ فالشاهد هنا ايه؟ انا ممكن اجيب لعيب من بره خلاص، هو ده هعمله نجم الكون، واقول لك اصل انت بتشتري تجارب الاخرين. ما انت شاريه برضه، وانت جايبه، انت اللي يعني انت شخيته عندك يعني جوه النادي. ما انا مش فاهم برضه. الاهلي والقرعه والزملكاويه قعدوا يقول لك تاني اصل القرعه موجهه، اصل القرعه عشان خاطر الاهلي هيلعب مش عارفه 15 ماتش في القاهره و13 وثلاث ماتشات مش عارفه فين، والاهلي هيلعب 13 ماتش اصلا في القاهره. اشتكي. انت عندكم ناس بتغير لكم لوائح، بتغير لكم القوانين على حسب يعني، فاهم انت؟ شبه اللي اسمه طه الزملكاوي ده، اسمه طه ايه؟ زكي طه او طه زكي، مش فاكر، اللي هو غير اللائحه وخلاها من 6 ل3 من 6 نقط يعني ل3 نقط للمنسحب. وهو اصلا كان هدفها كان الزمالك، لان هو دايما اللي فاهم اللي بينسحب. فروح اشتكي، انت ليك حق، روح اشتكي، قول لهم والله يا جماعه القرعه دي موجهه. روح اشتكي. انت لو اتشال عنك المساعدات وشالوا ايديهم منك زي الاسماعيلي كده، خد زمانك وقعت. الاسماعيلي ما عندهوش يعني اقول لك ايه، فسفوسه من مشاكل الزمالك. ومع ذلك الاسماعيلي فين؟ راح في 60 داهيه غرقان، هو نزل اصلا خلاص بيتدمر. انت فاهم؟ فلو وانت اللي عندك الكوارث دي كلها ومع ذلك لسه واقف على رجلك ليه؟ عشان هم بيزقوك وبيساعدوك. الناس بتاع اتحاد الكوره ده لو شال ايده منك هتقع. ما انا بقول لك الاسماعيلي ما عندهوش فسفوسه من اللي عندك، ومع ذلك بص الاسماعيلي فين وانت فين. فما تفكرش ان دي فهلوه وشطاره منك. الاهلي اول جوله هيلاعب الشرقيه انبي او انبي الشرقيه، انا مش فاهم، او انبي الشرقاوي هيلاعب انبي الشرقاوي، ثم زد وسموحه والمقاولين العرب. اول 5 جولات الى حد ما. هو الدوري اصلا كله احنا كده اصلا يعني، انت لو الاهلي في حالته هيركب الدوري كله اصلا، بيراميدز والزمالك وكله، انت فاهم؟ ما ياخدوش في ايدينا غلوه. ولكن اتمنى ان الموسم ده يكون الاهلي في حالته، واتمنى الموسم اللي فات يكون موسم للنسيان وخلصنا بقى احنا من الشغله دي خالص. انت فاهمني؟ والجوله السادسه هتلاعب الزمالك، وعندك الجوله التاسعه هتلاعب بيراميدز. فان شاء الله باذن الله نبقى في حالتنا، عشان انتوا شايفين الوضع عامل ازاي. الاهلي ان شاء الله باذن الله هيبقى في حالته الموسم ده غير الموسم اللي فات. الموسم اللي فات ده نسيان خلاص، احنا نسيناه اصلا. موسم جديد هنبدا بطموح جديد باذن الله، بمدرب جديد، بلعيبه فيها ان شاء الله تكون رجعت لها روح والحماسه تاني وروح الفانيلا الحمراء تاني. وان شاء الله يعني ربنا يوفقنا الموسم الجاي، لان انا يعني انت في قدامك فرصه تدخل دوري كاس العالم الجاي بتاع الانديه. السنه الجايه تخش دوري ابطال ان شاء الله وتكسب باذن الله، ما فيهاش كلام ولا فيها نقاش. الاهلي فوق الجميع، الاهلي رقم 1. واحنا لو في حالتنا زي ما بقول لك، فرق الدوري دي كلها لا مؤاخذه هننط عليها